السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة قوي قوي وهتعجبكم بإذن الله. أول حاجة هنعملها مع بعض زي ما انتم شايفين، أنا هنا معايا مية بتغلي في الحل اهو زي ما انتم شايفين، وهبتدي أنزل فيها المكرونة الاسباجيتي اهو بالشكل دوت. وعلى بقى ما المكرونة الاسباجيتي بتاعتي تتسلق، أكون هابتدي أحضّر الخلطة بتاعة الفراخ البانيه، التتبيلة بتاعة الفراخ البانيه، تمام كده؟ طيب زي ما أنتم شايفين أنا هابتدي بقى إيه، أقشّر البصل بتاعي أهو وأنضّفه. آآ هاروح أغسله بقى وجاية لكم تاني أهو. بُصّوا زي ما أنتم شايفين أنا معايا هنا بصلاية، أول حاجة هابتدي أحطها في الكبة هي البصلاية، وهاحط كمان طماطماية أهو. وهننزل ببيضاية، ولو عندِك حبة لبن حُطّي، بس أنا ما كانش عندي ما حطيتش، وشوية من الفلفل الأسمر، شوية من الملح، ونضرب الكلام ده كلّه مع بعضه، وآدي نُص ليمونة كمان أهو زي ما أنتم شايفين، ونضرب الكلام ده كلّه مع بعضه كويس جدًا، لحد ما يبقى إيه، ناعم كده خالص، تمام؟ أهو بالشكل دوّة. هاخد بقى الفراخ البانيه بتاعتي دي واغسلها أهو، عشان أنا كنت هنا ناقعاها زي ما أنا قُلت لكم، أديني هنا غسلتها غسلة كويسة. وبعدين هاخد بقى الخليط اللي أنا عملته في الكبة، وهابتدي أنزل على الفراخ البانيه وإيه، وأقلّبها زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، واحطها في التلاجة، واسيبها بقى تتبّل مع نفسها، يعني حوالي ساعة كده، تمام كده؟ طيب أنا معايا هنا بصلاية، البصلاية دي هاقطّعها عليها عشان خاطر هنعمل التسبيكة بتاعة المكرونة الاسباجيتي. عايزة أقول لكم بقى، شايفين الكبة اليدوي دي اختراع يا جماعة، قطّاعة كده، بُصّوا اختراع رهيبة، بتقطّع البصل حلو أوي، أوي، بتقطّعه صغنّن. بُصّوا عامل إزاي، بصراحة تحفة، تحفة، تحفة. طيب هنا زي ما أنتم شايفين حطيت في الحلة بتاعتي المادة الدهنية، وابتديت أنزل بالبصل بتاعي أهو، وهانزل بشوية من الملح، شوية من الفلفل الأسمر، لحد ما البصلة تدبل معايا كده وتتشوح، وتاخد كده تقلبتين حلوين أهو بالشكل دوّة. هنا هنكون محضّرين الطماطم بتاعتنا. أنا هنا الطماطم مطلعاها من الفريزر، يعني لسه متجمدة، هانزل عليها بشوية من المَيّة عشان خاطر تفُك كده أهو، وهننزل بمعلقة كبيرة من الصلصة، تمام كده، واسيبها بقى لحد لمّا تتسبِّك. وهنا عايزة أقول لكم بقى، وأنا في السوق لقيت البدنجان كان طازة بقى وصابح وإيه، وأنا بقى باحب البدنجان المخلِّل بصراحة، فقُلت لازم أجيبه وأعمله، بس طبعًا مش هالحق إن أنا أخلِّله في نفس اليوم، فقُلت هاقليه، بس هاقليه في إيه، في حبة زيت صغنّنين عشان ما ياخدش معايا زيت كتير. إحنا بنوفّر يا جماعة، إحنا عايزين توفير، بنعمل بأقل الإمكانيات. هنا نضّفت البدنجان بتاعه زي ما أنتم شايفين وغسلته غسلة كويسة، وهابتدي أفتحه كده زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. عايزة أقول لكم هيطلع طعمه حلو أوي، 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 وسهل وبسيط ومش مكلِّف خالص، تمام كده؟ طيب هاخلّص بقى كل الكمية دي، وهاكون محضّرة بقى الزيت بتاعي أهو. بُصّوا حبّة زيت قد إيه، يعني إحنا موفّرين، موفّرين. وهننزل بقى بالبدنجان بتاعنا أهو، ونغطّي عليه، أهم حاجة إن أنتِ تغطّي عليه، وما تعلّيش النار عليه، يعني النار تكون متوسطة، تمام كده؟ شايفين البدنجانية صغنّنة إزاي، عايزة أقول لكم بقى أنا قعدت أنقّي البدنجان صغنّن، صغنّن، والآخر بقى تعبت من كتر التنقية، فالحبّة الأخرى جبتهم كُبار بقى، قُلت مش مشكلة أهو. هنا بقى سِبت بقى أنا البدنجان بقى مع نَفْسه كده، وطبعًا كنت باتابعه، وهابتدي بقى إيه، آخُد الفراخ البانيه بتاعتي وأحطّها في الفيجيتار أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل دوّة. ولا باحُط في بيض ولا دقيق ولا فيجيتار، لأ أنا باحُط الخلطة زي ما أنتم شايفين كده، عملتها إزاي، حطيت البيض على الطماطم على البصل، كُلّه، كُلّه على بعضه، وتبِّلت الفراخ البانيه بتاعتي زي ما أنتم شُفتوا. وبعد ما خدت التتبيلة بتاعتها ساعة بقى ساعتين، بعد كده تكوني محضّرة الفيجيتار، وتبتدي تنزلي بالفراخ البانيه بتاعتِك في الفيجيتار، وتخلّصي الكمية كلّها، بس أهم حاجة ما تحطّهاش فوق بعضها، يعني تكون بعيدة عن بعضها. ويا سلام بقى لو جايبة كمية من البانيه
وتعمليها بالطريقة ديّة وتحطيها بقى في الفريزر، وبين كل طبقة والتانية تفردي كيس كده من اللي هو الكيس بتاع اللبن دوّة، يكون كيس نضيف، وتطلّعي وتقلي على طول. يعني يوم كده مثلًا مش عايزة تعملي أكل أو ما لكيش مزاج إن أنتِ تعملي أكل، هتلاقي عندِك الفراخ البانيه متبّلة ومحطوط لها الفيجيتار وكلّه، تنزلي بيها على الزيت على طول، ما تسيبيهاش لحد لمّا تفُك من التلج بتاعها، تمام كده؟ طيب هنا الباذنجان زي ما أنتم شُفتوا، بصّيت عليه وقلّبته بقى، وهنا التسبيكة بتاعة التسبيكة بتاعة المكرونة كنت بابُص عليها، وهنا خلاص كنت خلّصت الباذنجان بتاعه زي ما أنتم شايفين. بُصّوا تحفة، تحفة، حلو أوي، أوي، أوي. طبعًا هنا مش كل الكيلو اللي أنا حطّيته، يعني فاضل كام واحدة كده هاحطّهم، وبعد كده بقى إيه، أخلّصهم وأحط بقى الفراخ البانيه. هنا الزيت بتاعي كان غلا، وابتديت إيه، أنزل بالفراخ البانيه بتاعتي أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، عشان خاطر نقلي الفراخ البانيه بتاعتنا، أهو. صلّوا بقى على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وحطّوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. هاخلّص بقى البانيه وبعد كده نشوف هنعمل إيه. هنا زي ما أنتم شايفين بقى هنبتدي نعمل الحشوة بتاعة الباذنجان، اللي هي عبارة عن إيه، زي ما أنتم عارفين أنا دايمًا باجيب الكرفس وباحطه في الفريزر، وهنا أنا مطلّعاه من الكيس أهو من الفريزر، وحطيت شوية من الكرفس على شوية من التوم برضه مطلّعاه من الفريزر، التوم المفروم، وأنا عندي هنا هريسة شطة برضه مطلّعاها من الفريزر، وحطيت الكلام ده كله على بعضه في الكبة الحلوة الصغننة ديّة، وهنحط شوية من الملح، وشوية من الكمون، وهنحط عصرة ليمونة أهو، ونضرب بقى الكلام ده كله مع بعضه. عايزة أقول لكم القطّاعة بتاعة الخضار دي حلوة أوي وسعرها رخيص جدًا وعملية، ولو مسافرة مثلًا في مصيف أو في حاجة تقدري إن أنتِ تاخديها معاكِ، بصراحة جميلة أوي، أوي، أوي. أهو، ضربت كل الكلام ده كله مع بعضه أهو زي ما أنتم شايفين بالشكل ده، هاحطه بقى في طبق وابتدي أحشي الباذنجان بتاعي. أهو بُصّوا استوى وبقى زي الفل. هاجيب بقى معلقة وأحشي الباذنجان بتاعي بالمعلقة عشان خاطر هريسة الشطة بتبقى حامية، هتبقى حامية على إيديّا، فمش هاقدر إن أنا أحشي الباذنجان بإيديّا، تمام كده؟ بس شُفتوا بقى الباذنجان طريقته سهلة إزاي؟ طريقته سهلة وبسيطة جدًا، جدًا. وهنا كنت خلّصت الحشوة كلّها بتاعة الباذنجان زي ما أنتم شايفين، وفاض شوية شوية من الحشو أهو، ابتديت أحطها على وش الباذنجان، ويا سلام بقى لو تدّيها كمان عصرة ليمونة كده من على وش الباذنجان، بُصّوا تحفة، حلوة أوي، أوي، أوي. والمكرونة بتاعتي كمان اللي كنت سلقاها حطيتها على الصلصة، وهنبتدي بقى نغرف الأكل بتاعنا عشان خاطر ناكل المكرونة الاسباجيتي والفراخ البانيه والباذنجان المخلل. بُصّوا يعني الأكل النهارده كان بصراحة تحفة، حاجة كده فاخر من الآخر، عالمي. وعايزة أقول لكم على سر بقى، إن أنا ما باكلش الأكل ده، ولا ليّا في البانيه ولا ليّا في المكرونة، بس أنا مضطرة يا جماعة، مضطرة، ما هو ما فيش غيره هاكله غصبٍ عني. طبعًا أنتم عارفين إن كل ولادنا بيحبوا الفراخ البانيه والمكرونة والأكل ده، ما ليش في الكلام ده خالص يعني، بس أنا مضطرة هاعمل إيه؟ كده بقى نكون خلّصنا الغدا بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، أشوفكم على خير في فيديو جديد.